مساء الفل على كل متابعين قناة حريف أفلام. فيلم النهاردة اسمه ذا BFG. بيبدأ الفيلم مع صوفي اللي عايشة في دار للأيتام، وهي بتقفل الباب ورا مشرفة الدار. صوفي بتبقى خايفة من الساحرة الشريرة اللي بتخطف الأطفال الصغيرين بالليل، فبتروح أوضتها مع القط بتاعها وبتستخبى تحت البطانية وبتكمل قراية. فجأة بتسمع صوت من الشارع وبتلاقي القط بتاعها في البلكونة، فبتروح عشان تشوفه. بتلاقي إن مفيش حاجة وإنهم مجرد شوية قطط بيلعبوا في الشارع. بس بتشوف حاجة غريبة، بتلاقي إيد عملاقة بتعدل سلة الزبالة اللي وقعت، وساعتها بيظهر راجل كبير عملاق. بتخاف جدا وبترجع أوضتها بسرعة وبتستخبى تحت البطانية بتاعتها. بس العملاق بيلحقها، بيدخل إيده جوه أوضة صوفي وبياخدها بالبطانية بتاعتها. بيستخبى من كل البشر وبياخد صوفي الأرض العمالقة، وهناك العملاق بيحطها في بيته، وهي طبعا مرعوبة وفاكرة إن العملاق هياكلها. بس العملاق بيطمنها وبيقول لها إنه مختلف عن باقي العمالقة اللي عايشين معاه، وإنه مش بياكل البني آدمين. بتطلب منه إنها ترجع بيتها، بس بيرفض وبيقول لها مش هينفع لأنها شافته، وده السبب اللي خلاه ياخدها عشان يضمن إنها ما تحكيش لباقي البشر عنه فيعرفوه ويقتلوه هو وباقي العمالقة. وبيقول لها إنها هتقضي بقية حياتها معاه في الأرض هنا. بتحاول صوفي تهرب، لكن بيقول لها إنه مفيش أمل من الهروب، وبيحذرها عشان ما تتحركش من الكهف بتاعه من غيره. ولما بتشوف الإزازة مع العملاق بتسأله إيه اللي فيها، فبيقول لها إن الإزازة دي فيها أحلام. لكن صوفي بتقوله إنها مش بتحلم لأنها مصابة بالأرق، فبيقرر يساعدها إنها تنام. بياخد الكتاب اللي كان معاها بيقرأ لها منه شوية وفعلا بتنام. بيدخل المعمل بتاعه، بيجهز لها حلم وبيخليها تشوفه. بتحلم صوفي إنها قدرت تخرج من الكهف بتاع العملاق، لكن باقي العمالقة لقوها وأكلوها. ولما بتصحى بتتخانق معاه عشان خلاها تشوف الكابوس ده، لكنه بيقول لها إنه عمل كده لمصلحتها عشان تعرف الخطر اللي ممكن تتعرض له لو فكرت تهرب أو تخرج من غيره. بيخبط الباب وبيبقى عملاق تاني. بتعرف صوفي إن العملاق اللي خطفها اسمه روند، وبيكون العملاق التاني هو الرئيس بتاعهم، جاي عشان يطلب منه يعالج له جرح في صباعه، وبيقول له إنه شامم ريحة بني آدمين عنده. فبيشغله رونت وبيطلب منه يساعده في تسخين المية، بس بتبقى المية سخنة وهي نقطة ضعف العمالقة. وبتكون صوفي عمالة تستخبى منه، وفي الآخر بتدخل جوه خيارة عملاقة عشان محدش يشوفها. وقبل ما الزعيم يمشي بيقول لرونت إنه عار على العمالقة عشان ما بيحاربش معاهم ولا بياكل بني آدمين زيهم. بعدها رونت بياخد صوفي وبيدخلها المعمل بتاعه، بيخليها تستحمى وبيديها صندوق فيه هدوم عشان تغير هدومها. بتلبس جاكيت أحمر من الصندوق، ولما رونت بيشوفه بيتأثر، فبتسأله صوفي لو في حاجة، بس رونت بيقول لها مفيش. صوفي وهي في المعمل بتشوف الأحلام اللي رونت بيصنعها وبتكون منبهرة بيه جدا. ورونت بيروح يبلغها إنه هيروح الشغل بتاعه، وصوفي بتبقى عاوزة تروح معاه، بس رونت بيرفض وبيقول لها مش هينفع ياخدها معاه لأن شغله خطر، وكمان هيعدي من بين العمالقة اللي بره، ولو شموا ريحتها هياكلوها منه. بس صوفي بتصمم وبتروح معاه، فبياخدها وبيعدوا من بين العمالقة. العمالقة بيصحوا وبيفضلوا يضربوا في رونت وبيرخموا عليه كالعادة. صوفي بتقدر تستخبى منهم، وفي الآخر بياخدها رونت وبيمشي، لكن بتقع منها البطانية بتاعتها، والعمالقة طبعا بياخدوا بالهم من البطانية وبيعرفوا إن في إنسان في المدينة بتاعتهم. رونت وصوفي بيوصلوا لأرض الأحلام، وبيقول لها إنه بيقدر يسمع كل الأصوات حتى همسات النمل، وبيخلي صوفي تساعده في صيد الأحلام. بتمسك صوفي حلم ورونت بينبهر قوي، وبيقول لها إن ده حلم مميز بقاله كتير ما شافش زيه. بياخد الحلم وبيحطه في برطمان وبيكتب عليه حلم صوفي. وبتفضل صوفي تجري ورا الأحلام وبتحاول تمسكها، وبتشوف حلم وبتجري وراه، لكن رونت بيوقفها وبيقول لها إن ده كابوس مش حلم. وبيروحوا يوزعوا الأحلام على الناس، وهي دي طبيعة شغله. وبيقول لها تحبي نخليهم يحلموا بإيه؟ فبتطلب منه يخلي الناس يشوفوا أحلام سعيدة، وفعلا بيحقق لها طلبها، وبيخلي ولد صغير يحلم إنه بيكلم رئيس الجمهورية. وهنا رونت بيسأل صوفي عن البطانية بتاعتها، فبتقوله تقريبا وقعت مني وأنا بستخبى من العمالقة. فجأة صوفي بتلاقي نفسها على باب دار الأيتام، وبتقول لرونت أنت ليه رجعتني وخليتني أنام؟ فبيقول لها عشان العمالقة أكيد عرفوا مكانك وأنت ما بقيتيش في أمان معايا. وبيحكي لها إنه زمان كان في ولد عايش معاه، الولد ده يبقى صاحب الجاكيت اللي لبسته،
وإنه هو اللي علمه القراية، بس العمالقة اكتشفوا وجوده وأكلوه، وعشان كده هو رجعها لأنه خايف عليها. بتحاول صوفي تقنعه إنها ترجع معاه، لكن رونت بيرفض. بتطلع أوضتها وبتقف في البلكونة وبتقوله أنا عارفة إنك سامعني، أنت قلت لي إنك بتسمع كل همسة موجودة على الأرض. بتحاول تنط من البلكونة عشان تتأكد لو كان موجود ولا لأ، ولما بتنط بينقذها رونت، بيكون اتعلق بيها وبيرجعها معاه أرض العمالقة. العمالقة بيفضلوا يخبطوا على رونت بيدوروا على صوفي، وبتفضل صوفي تستخبى منهم، وبيكسروا لرونت كل الأحلام اللي جمعها. ولما بيحس إنهم قربوا يلاقوها بيمسك عصاية وبيولع فيها نار وبيضرب بيها العمالقة، لأنه عارف إنهم بيخافوا من النار، وبيرش عليهم مية لحد ما بيطلعوا من بيته. بتدخل صوفي المكان اللي كان بينام فيه الولد اللي كان عايش مع رونت، وبتشوف صورة الملكة وبتجيلها فكرة. بتقلع الجاكيت وبتسيبه، وبتخرج تتكلم مع رونت وتقول له فكرتها، وبتقول له إحنا لازم نقابل الملكة ونقول لها إن في عمالقة وهم اللي بيخطفوا الأطفال، وإنك ممكن تساعدهم يحافظوا على الأطفال في المقابل إنهم يسيبوك تعيش في سلام، ونخلص كلنا من العمالقة الأشرار. رونت بتعجبه الفكرة، وفعلا بيجهز حلم للملكة عشان تشوف فيه الأشرار العمالقة. وفعلا الملكة بتشوف في الحلم صوفي ورونت وهما بيحكوا لها قصة أرض العمالقة. ولما بتصحى بتدخل عليها المساعدة بتاعتها ميري. بتحكي الملكة حلمها لميري، وبتقول لها إنها حلمت إن في عمالقة بياكلوا الولاد الصغيرين، وإنه في بنت صغيرة جات لي عند الشباك وطلبت مني المساعدة وكان عندها خطة. وميري بتقرأ الجرايد بتعرف إنه في أخبار عن اختفاء الأطفال، ولما بتفتح الشباك بتلاقي صوفي. الملكة بتفتكر صوفي وبتقول إن هي دي البنت الصغيرة اللي شفتها في الحلم، فبتقول لها صوفي إنها جاية مع رونت، وإن هو اللي عمل الحلم اللي شافته عشان ترضى تساعدهم. وبيكون رونت خايف يظهر للملكة، بس صوفي بتطلب منها إنها ما تأذيهوش. فعلا بيظهر وبيسلم عليها، وبتستقبلهم في القصر بتاعها وبيفطروا مع بعض. وبعد الفطار رونت بيوصف لهم مكان أرض العمالقة، والملكة بتصدقه وبتأمر الجيش إنهم يمشوا وراه، وبياخدهم رونت لحد هناك. بتنزل معاه صوفي وبيجهزوا كابوس للعمالقة عشان يصحوا خايفين فيقدر جيش الملكة يقبض عليهم. في الوقت ده صوفي بتبقى في معمل رونت وبتشوف الحلم اللي عليه اسمها. بتسأل رونت عليه والعمالقة كانوا نايمين، فبيقول لها إن حلمك إنه يبقى عندك عيلة، لكن مش هتقدري تحققيه طول ما انت عايشة في دار الأيتام، وكمان مش هينفع تفضلي عايشة هنا. بيطمنها إنه يقدر يوصل لها في أي وقت. وبتسأله صوفي انت هتفضل حواليا؟ فبيوعدها رونت إنه هيفضل دايما موجود. بيسمع رونت جنود الملكة جايين، وبتاخد صوفي علبة الكوابيس وبتنزل بيها وسط العمالقة، بس قبل ما تفتحها بيصحى واحد منهم، فبتكسر صوفي العلبة وبتخرج منها الكوابيس. بتدخل أدمغة العمالقة ما عدا العملاق اللي صحي، والعمالقة كلهم بيبقوا خايفين. رونت بيحمي صوفي من العملاق قبل ما ياكلها، وبيكون العملاق ده عاوز يقتل رونت عشان ساعدها، بس جنود الملكة بيوصلوا لأرض العمالقة وبياخدوهم وبيرموهم في جزيرة بعيدة في نص البحر عشان ما يتحركوش منها أبداً. وأخيراً بترجع صوفي لندن وبتعيش مع ميري في قصر الملكة، وقدرت تحلم برونت وهو عايش بسعادة في أرضه، بيزرع كل الخضروات اللي نفسه فيها وعايش في بيته الجميل. وبتكون صوفي عارفة إنه بيسمعها دايماً، وبتحس برونت العملاق الودود دايماً حواليها، وبتتكلم معاه برغم إنهم في أماكن مختلفة، لكن كانت متأكدة إنه سمعها. وفعلا كان سمعها وبيبتسم وهو بيسمع صوتها. وبكده يكون الفيلم خلص. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة.